ازيكم شباب، ازيكم بنات، ازيكم اصحابي، حبايبي، اخواتي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله باذن الله ردة فعلنا او مقارنه من اطول 10 جسور معلقه في العالم العربي. اعتقد 10 جسور معلقه في الوطن العربي. مش كل الاوطان العربيه او مش كل البلاد العربيه فيها جسور معلقه، فبعض الدول اعتقد المتقدمه والاقتصاديا احسن يعني. هي مثلا على ما اعتقد موجود مصر، ومثلا فيها اعرض برج معلق في العالم، حتى واخد رقم قياسي في موسوعه جينيس، فاعتقد مصر تبقى موجوده. بس اعتقد اطول من حسبه الطول اللي هو المسافه ولا الارتفاع، هنشوف يعني. فاعتقد مصر موجوده، في المغرب موجود، في الجزائر موجوده، في السعوديه موجوده، في الامارات موجوده، في يقول لك العراق موجوده، ممكن اقول لك تونس موجوده على ما اعتقد يعني. فهنشوف مع بعض. اتمنى الفيديو يكون لذيذ وخفيف وجميل. بس كده، وشكرا جدا على التفاعل الوحش جدا جدا يا جماعه. تفاعلكم وحش جدا. اتمنى يعني اتمنى نصحصح كده مع بعض ونتفاعل، وان شاء الله انتظروا السكتش القادم. هيبقى برضو فيديو لذيذ كده خفيف كده، مدته مثلا حوار، ممكن انزله حاجات زي التيك توكات كده ان شاء الله، بس هنزلها هنا على اليوتيوب. فاتمنى دعمكم ان شاء الله باذن الله. اتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، تكتبوا رايكم في التعليقات. لعبة الجسور المعلقة بتصميماتها الأنيقة وإنجازاتها الهندسية الرائعة دورا مهما في ربط الأشخاص والأماكن عبر التضاريس الصعبة لعدة قرون. هذه الهياكل المميزة التي تتميز بكابلاتها المعلقة وأبراجها المهيبة أصبحت رموزا لإبداع البشري وتعزيز النمو الاقتصادي وتسهيل النقل وتعزيز الاتصال. لذلك قمنا أعزائنا المشاهدين بوضع قائمة لأطول 10 جسور معلقة عند الدول العربية لسنة 2023، وقمنا بتصنيفها حسب امتداد كل جسر. ولكن قبل بداية الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، فلنحاول إيصال الفيديو ل10,000 إعجاب. وبدون إطالة فلنبدأ الفيديو. في المركز العاشر جسر عبدون ب 417 متر، والذي يتواجد في الأردن. جسر عبدون أو جسر كامل الشاعر جسر مدعوم بكوابل يقع في العاصمة الأردنية عمان، يصل بين الدوار الرابع ودوار عبدون. بدأ العمل فيه في 14 من ديسمبر عام 2002، وانتهى العمل فيه نهاية 14 ديسمبر 2006. يبلغ طول الجسر حوالي 450 مترا، وفيه 4 مسارب، ويرتفع عن أدنى نقطة في الوادي حوالي 45 متر. تم بناؤه من قبل شركة لارسن أند توبرو، وهي شركة هندية متعددة الجنسيات بالتألف مع شركة فنية للإنشاءات، وتقدر قيمته ما بين 10 ملايين و15 مليون دينار أردني. في المركز التاسع جسر وادي لبن ب 763 متر بالسعودية. جسر الرياض المعلق هو جسر مدعوم بقوابل يقع على وادي لبن في الجهة الجنوبية الغربية من مدينة الرياض وسط السعودية. يعد واحد من أكبر الجسور المعلقة في العالم، والأول من نوعه في المملكة، وذلك من حيث التصميم والبناء وأسلوب التنفيذ. تم تصميم الجسر والعمل على تنفيذه ليتناسب مع الطبيعة الجغرافية للمنطقة المحيطة به، حيث حافظ على طبيعة الوادي دون المساس بأي خدمات أو عناصر طبيعية. أصبح أحد معالم مدينة الرياض البارزة. في المركز الثامن جسر صالح باي ب 765 متر. طبعا يا جماعه، وصلنا عند جسر صالح باي في الجزائر. زي ما انتم شايفين لحد دلوقتي تصميمات الجسور المعلقه، طبعا هي معلقه فلازم يبقى فيها زي في عمودين او كذا عمود على ما اعتقد، والاسلاك اللي هي بتربطها ببعضها، كلها تصميمات تحس انها متشابهه قوي، مفيش حد لسه فريد من نوعها. هنشوف مع بعض. اعتقد ده يعني كل اكبر جسر في كل دوله على ما اعتقد يعني، كلهم طبعا متهندسين بطريقه حلوه، بس كتصميم انا مش شايف اي اختلاف قوي يعني. فانا محتاج اشوف فاهم الجامد ده، لسه نشوف. بالجزائر، أو كما يسمى في بعض الأحيان جسر الاستقلال، هو جسر معلق مدعوم بكوابل يربط الجسر بين ضفة وادي الرمال، وذلك انطلاقا من ساحة الأمم المتحدة الواقعة في الطرف الغربي إلى غاية سطح المنصورة الواقعة في الطرف الشرقي بقلب مدينة الجسور المعلقة قسنطينة، ثالث أهم مدن الجزائر وعاصمة الشرق الجزائرية. بدأ بناؤه سنة 2010 تحت إشراف المجمع البرازيلي أندرادي غوتيريز بتمويل جزائري، واستغرق المشروع مدة 4 سنوات، بحيث انتهت أعمال الإنشاء في عام 2014. في المركز السابع جسر الشيخ زايد ب 842 مترا بالإمارات. لسه بنقول التصميم او اللي بعدها جسر الشيخ زايد. جسر هو شكله مختلف، مش عارف هو معلق ولا ايه، بس مش عارف هو كده معلق ولا ايه، مش عارف، بس انا ما اعتقد هو معلق لانه جابه في الفيديو. تصميمه طبعا مختلف، بس مش عارف هو معلق ولا لا، بس التصميم مختلف وفي ابداع كده وابتكار من الحاجه يعني. جسر الشيخ زايد هو جسر قوسي في أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة، وهو أحد أعمال المعمارية العراقية زها حديد. سمي نسبة إلى المؤسس البلاد زايد بن سلطان النهيان، ويبلغ طول الجسر 842 متر. في المركز السادس جسر محمد السادس
ب 950 مترا. ده بص، ده تصميم مختلف في بتاع شكل بيضاوي كده، فهو ده اللي انا بحبه، تصميم مختلف. فعايش لو احنا نستمر كده، انا حابب قوي الاختلاف ده. والذي يقع في المغرب جسر محمد السادس، وهو جسر معلق يقع بجهة الرباط سلا القنيطرة الشمال الغربي للمغرب. يحمل الجسر الطريق السيار المداري للرباط، ويعد واحد من أكبر الجسور المعلقة في إفريقيا، كما يشكل معبرا للتواصل بين ضفتي وادي أبي رقراق، واستعمل في بنائه أحد التقنيات المتعلقة ببناء الجسور، ويمتد على طول 950 مترا، ويتوافر على برجين بارتفاع يبلغ 200 متر وسطحية يفوق عرضها 30 مترا. في المركز الخامس جسر التنومة الجديد ب 1200 مترا في العراق. جسر التنومة الجديد أو الجسر الإيطالي يربط بين قضاء شط العرب ومدينة البصرة، ويعد أكبر جسر في العراق. يبلغ طول الجسر 1280 مترا وعرضه 22 متر، ويتضمن معبرا ملاحي بطول 500 متر وارتفاعه 35 مترا عن مستوى المياه بعرض 35 متر. قام بعملية البناء شركة ميغ الإيطالية، واستمر العمل 4 سنوات بكلفة إجمالية 86 مليار دينار عراقي. في المركز الرابع كوبري السلام ب 3900 متر في مصر. جسر السلام أو جسر مبارك السلام سابقا، أو جسر السلام المعلق، وأيضا يسمى جسر قناة السويس، هو أول جسر معلق فوق قناة السويس، حيث يربط آسيا وأفريقيا وشبه جزيرة سيناء بباقي الأراضي المصرية، ويستوعب عبور 50,000 سيارة تقريبا يوميا، ويشكل أحد الوسائل الرئيسية لعبور القناة بجانب الأنفاق التي تمر أسفل قناة السويس وكبر العائمة. يقارب ارتفاع الجسر حوالي 70 مترا فوق قناة السويس، وهو مؤلف من 4 حارات استغرق بناؤه حوالي 4 سنوات، وبلغت تكلف إنشائه ما يقارب 670 مليون جنيه، حيث ساهمت منحة يابانية بحوالي 60% من القيمة. في المركز الثالث كوبري 6 أكتوبر 20500 متر بمصر. جسر 6 أكتوبر أو كوبري 6 أكتوبر كما يعرف في مصر يعد أطول الجسور في مصر وإفريقيا، ويمتد من المتحف الزراعي بالدقي بالمحافظة الجزيرة وحتى ده يعتبر تاني كوبري في مصر. بس كوبري 6 اكتوبر ده اصلا يعني ايه قليل لما بعدي منه، فمش متذكر أوي. بس كوبري قناة السويس برضه قليل لما بعدي منه. بس اتفاجئت الصراحه ان احنا عندنا كوبري معلق على قناه السويس، فما كنتش اعرف يعني. كوبري 6 اكتوبر بنعدي بس قليل انا عن نفسي. بس الكوبري اللي انا قصدي عليه اللي بيعدي اللي هو من جنبنا، مش فاكر والله اسمه اسمه بس انا عارف يعني. بس تاني كوبري اهو، يا ريت التالت يبقى موجود. طريق النصر بمدينة نصر بالقاهرة مرورا بالزمالك وأشهر ميادين القاهرة، وهو ميدان التحرير وأكثر ميادين القاهرة ازدحاما، وهو ميدان رمسيس. يبلغ طول الكوبري 20.5 كيلومتر. في المركز الثاني جسر الملك فهد ب 25,000 متر. يا جماعه بس اعتقد الكوبري الاخير 6 اكتوبر ده كوبري طبعا كبير، يعتبر متفرع من الدائري تقريبا. وجسر الملك فهد انا مش شايف ان ده معلق يا جماعه. اللي اعرفه ان هو كده موجود ما بين مثلا منطقتين وبيحدهم مثلا بحر بس، وفي زي عمودين فوق او كذا عمود، ومعلق بسبب ان هو مربوط بالاسلاك. ده انا مش شايف مربوط باسلاك زي برضو كوبري 6 اكتوبر اللي فات. فانا مش عارف ده يتصنف معلق ازاي. لو حد يعرف يا جماعه وضح لي تحت في التعليقات. المهندسين يا جماعه اشتغلوا معانا عشان بس عايز استفهم. بالسعوديه والبحرين جسر الملك فهد هو جسر بحري يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. يبلغ طول الجسر نحو 25 كيلومترا وبعرض 23.2 متر. يبدأ من الجنوب مدينة الخبر السعودية حتى قرية الجسرة البحرينية. افتتح الجسر رسميا في 25 نوفمبر 1986. أسهم هذا الجسر في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلدين الشقيقين السعودية والبحرين، وكذلك لدول مجلس التعاون الخليجي. في يناير 2019 أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن عدد المسافرين الذي عبروا الجسر خلال 32 عاما بلغ أكثر من 382 مليون مسافرين، بمعدل 74,000 مسافر يوميا. وفي العام نفسه سجل الجسر أعلى رقم عبور منذ افتتاحه في 1986، إذ بلغ عدد المسافرين في عام 2019 عن طريق جسر الملك فهد 2,918,000 مسافر. أخيرا في المركز الأول جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح ب 48,500 متر بالكويت. جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح يعد رابع أطول جسر في العالم، إذ يبلغ طوله
49,900 كيلومتر. يربط الكويت بمدينة الصبية مدينة الحرير الجديدة، ويهدف الجسر اختصار المسافة والوقت بين مدينة الكويت ومدينة الحرير الجديدة إلى 15 دقيقة بدلا من ساعة واحدة. ينقسم جسر الشيخ جابر الأحمد إلى وسطين، الوسط الأساسي. ويا جماعه ده طويل قوي ما شاء الله. انا شايف انا كان عامل كده الجسر ولا الكوبري طويل قوي ما شاء الله. بس الجسر اللي انا قلت لكم عليه تقريبا هو مش طويل قوي بس تقريبا عرضه ان هو داخل في موسوعه جينيس. على فكره تلاقي في مقارنه برضو من جسور معلقه عندي في القناه، بس كانت اصغر من دي يعتبر اكبر واشمل. لو عايز تشوف هتلاقي انزل تحت في القناه شويه هتلاقي المقارنات شمال افريقيا او دول عربيه تحت هتلاقي، بس مش موجود يعني. الأساسية باسم وسط الصبية، والوسط الأخرى باسم وسط الدوحة. متابعينا لقد وصل إلى نهاية الفيديو. يا شباب يا بنات، خلصنا يا جماعه، خلصنا وشفنا وعرفنا. والصراحه اتفاجئت بالجسر ده طويل قوي ما شاء الله، حاجه كده ضخمه يعني ما شاء الله. وايه رايكم يا جماعه في القميص ده؟ بس كده ادينا اتثقفنا وعرفنا كل يعتبر اكبر جسر في كل دوله. يعتبر مصر فيها داخله جسرين، بس الجسر التاني اللي هو 6 اكتوبر ده مش شايف ان هو مش معلق. كذلك الجسر اللي قبل ده اللي هو بتاع ثانيه واحده اللي بيربط البحرين بالسعوديه برضه انا شايف ان هو مش معلق. الا بقى لو حد مهندس يا جماعه بيتفرج يوضح لي تحت في التعليقات. وبس كده، اتمنى الفيديو كان عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، تكتبوا رايكم في التعليقات تحت. احلى مسا عليكم، سلام. With